يا ترى هل عقولنا بتخدعنا؟ تخيل إنك ماشي في طريق لأول مرة وفجأة قلبك يقولك أنا جيت هنا قبل كده، أو تسمع جملة من شخص وتلاقي نفسك بتكملها من غير ما تعرف إزاي. عمرك حسيت إنك عايش اللحظة دي قبل كده؟ عمرك دخلت مكان لأول مرة لكن جواك يقين إنك شفت التفاصيل دي قبل كده، أو كلمت شخص وسمعت نفس الكلام بنفس الترتيب لدرجة إنك تقول لنفسك المشهد ده أنا عشته قبل كده؟ يا ترى عقلك بيخدعك ولا أنت فعلا عشت الموقف ده قبل كده؟ الإحساس الغريب ده اسمه الديجافو، كلمة فرنسية معناها شفت ده قبل كده. الديجافو بيجي فجأة من غير ما نستعد له، تلاقي نفسك وسط موقف عادي وفجأة عقلك بيديك إحساس قوي إنه اللحظة دي مش جديدة عليك. هنا يبدأ السؤال الكبير، هل دي مجرد خدعة من دماغنا ولا في سر أكبر من كده؟ العلم حاول يفسر الظاهرة دي. في نظريات بتقول إن الموضوع كله بسبب خطأ بسيط في المخ. عينك شافت حاجة لكن المخ استقبلها متأخر جزء من الثانية، فترجمها كأنها ذكرى قديمة. وفي اللي بيقول إن الذاكرة القصيرة والطويلة بيحصل بينهم خلل، فالمعلومة تدخل في مكان غلط فيتهيأ لك إنك عشتها قبل كده. لكن مش كل الناس مقتنعة بالعلم. في ناس شايفة إن الديجافو له بعد روحي أو أسطوري. في حضارات قديمة كانوا بيعتبروا إنه ده دليل إنك عشت حياة سابقة، وإنه اللحظة اللي بتحس بيها دي مجرد انعكاس من الماضي. وفي ناس تانية بتقول إنه الديجافو رسالة من القدر، علامة إنك ماشي في الطريق المرسوم لك. وفي نظرية تانية أعمق مرعبة شوية، بتقول إن الديجافو مرتبط بعالم الأكوان الموازية، يعني في نسخة تانية منك عايشة في نفس اللحظة دي في عالم تاني. ولما بيحصل تقاطع بين العوالم بتحس فجأة إنك مريت بالموقف ده قبل كده. تخيل إن كل إحساس ديجافو جالك هو في الحقيقة رسالة من أنت تاني موجود في كون موازي. لكن في تفسير غريب جدا ناس كتير بيؤمنوا بيه، ممكن يخليك تبص للديجافو بطريقة مختلفة.